ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض بقى نعمل اسرع واسهل وابسط اكلة ممكن تعملوها في يومكم. اليوم اللي مش عايزين تقفوا فيه في المطبخ كتير، الاكلة دي هتنجزكم. الشاورما المصري. هنعمل مع بعض النهاردة الشاورما المصري بابسط واسهل طريقة انتوا ممكن تعملوها، ومش هتاخد مننا وقت خالص. لو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وتابعوني وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونبدأ على طول. انا هنا معايا لحمة شرايح. الكمية دي حاجة ترجعلك، انا بديكي الطريقة ولكن الكمية حاجة ترجعلك. اللحمة يفضل لما اجي اقطعها تكون متجمدة زي ما انتوا شايفين كده، عشان تكون سهلة عليا في التقطيع. يعني لو انت لسه جايباها هتدخليها الفريزر من ساعة لساعتين لحد ما تحسي ان هي اتجمدت معاكي شوية عشان ما تغلبكيش في التقطيع. يلا بينا نشوف هنحط عليها ايه. ملح، فلفل اسمر، بابريكا، وعندي توابل اللحمة او توابل الشاورما من عند العطار، وكركم وخل. وهنضيف هنا كمان مع الخل عصير ليمونة كاملة. بعد كده هنحط معلقة كبيرة من القشطة، يا قشطة يا زبادي اللي موجودة عندك ينفع، عايزة تحطي الاتنين مش هتفرق. هنحط كمان فصين توم مفرومين ومعلقة سكر، معلقة سكر، وطبعا معلقة السكر دي هتفرق معايا جدا. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض لحد ما نحس ان هما اندمجوا كلهم مع بعض، ونسيب التتبيلة او اللحمة تشرب التتبيلة دي اكبر وقت انت تقدري تخليها يعني موجودة فيه. عايزة تسيبيها من بالليل لتاني يوم هتبقى طبعا احسن، عايزة تشيليها اصلا يعني عملتيها كده وتشيليها في الفريزر وهي كده هتبقى طبعا افضل بكتير. هنجيب حاجة تانية هنقطع فيها بصل شرايح وفلفل شرايح وطماطم كمان شرايح. هنسيب الطماطم على جنب لان مش هستخدمها دلوقتي. اول حاجه يا جماعه، انا بحس ان الحاجات الالومنيوم ديت بتبقى استخدامها او طعمها الاكل بيبقى طعم فيها مختلف جدا عن التيفال او الجرانيت او باقي الحاجات. فاول حاجه انا هنزل بالزيت والبصل، هقلب البصل لحد ما احس ان هو ابتدى يدبل، مش خلاص خد لون، لا ابتدى يدبل. هنزل بقى في الوقت ده باللحمه وهي متبله. نقلب مع بعض لحد ما احس ان اللحمه خلاص لونها ابتدى يتغير، لان هي تكون تشوفيها تقولي دي مستويه بس هي واخده الصدمه ولونها متغير. بس اول ما احس ان لونها متغير هبتدي انزل بالفلفل واديه تقلبتين مع اللحمه. بعد كده انزل بكوبايه ميه. بعد كوبايه الميه الاولانيه هبتدي اغطي لحد ما احس ان خلاص الميه دي اتشربت، وابتدي اعيد الكره دي من الاول تاني. احط كوبايه ميه واقلب واغطيها، ادوقها اشوفها لسه استوت ولا لا. لو لسه ما استوتش تاني احط كوبايه ميه واغطي. ليه بحط كوبايه بكوبايه؟ علشان اللحمه تفضل محتفظه بطعم التوابل اللي هي فيها، ما احسش ان انا بعمل شوربه وكميه ميه كبيره. فبحط كوبايه كوبايه، واول ما الميه تبتدي تتشرب اشوف استوت ولا لا. بعد كده في الاخر خالص لما احس ان اللحمه خلاص استوت تماما هبتدي انزل بالطماطم. لحد هنا احنا ممكن ما ننزلش بالطماطم، لو انت عايزاها من غير طماطم دي حاجه ترجع لك، لكن انا بحب اعملها بالطماطم. ويا سلام بقى لو في الخطوه ديت في الاخر كده حطيتي رشه جبنه موتزاريلا او اي جبنه انت بتحبيها. بس هي هنا كده تمام قوي وجاهزه معايا وطعمها تحفه ولا اروع من كده. لو عملتيها بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي هتدمنيها وهتدعيلي. انا متاكده انكم هتدعولي يا جماعه. اظن بقى مفيش اسهل ولا ابسط من كده. اوعوا تكونوا نسيتوا تشتركوا في القناه. يلا اشتركوا في القناه وقولوا لي رايكم في الكومنتات. بالنسبه بقى للتقديم، عايزه تقدميها في عيش كسندوتشات يعني طبعا هتنفع. عايزه تقدميها مع مكرونه او مع رز بسمتي برضو طبعا هتنفع معاكي. طالما بقى هنعمل شاورما مصري لازم نعمل مع بعض الطحينه اللي بتتقدم في المطاعم. بصوا بقى يا جماعه، انا حطيت فص توم وحطيت عليه الطحينه وكيس كبير من المايونيز او معلقه كبيره من المايونيز وكمون وملح وخل او ليمون، وقلبي مع بعض تقليبه حلوه لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هتحطي شويه ميه شويه